الطب الشرعي يا فندم يقدر يثبت إن الشخص ده ألقى بنفسه أو إن حد اللي رماه، أيوه. بتبان من علامات معينة في تشريح الطب الشرعي. طبعًا مش في كل الحالات، طبعًا. ولكن في حالات كتير، لإنه إمم. ساعات مثلًا بيتم القتل، وبعدين بعد كده بيُلقى بيه في أيًا من أوكي. يعني مصادر المياه، إمم. وساعات كمان بيتم إلقائه في مكان، وبعدين بعد كده بيرجع ينقلوه في مكان تاني، إمم. كنوع من التمويه أو إنه يبقى مكان بعيد عن المكان اللي تمت فيه الحادثة. الجريمة. بنقدر إحنا كمان نعرف عن طريق إن إحنا بنعمل نوع من الفحص، بنشوف كائنات دقيقة جدًا وحيدة الخلية، بتبقى موجودة وهي مختلفة، هي موجودة حوالينا في الهوا، موجودة إمم. في المَيّة، سواء كانت المَيّة دي مالحة أو مَيّة عذبة، لكنها من مكان لمكان بتختلف. إمم. وعليه بنعمل نوع من المضاهاة للنوع الخلايا الأحادية دي، أحادية الخلية اللي آه. موجودة في الشخص، واللي موجودة في المَيّة، وبنقدر نشوف هل هو فعلًا يعني تم قتله أو يعني تم غرقه في المكان ده والّا تم نقله. لكن بشكل عام يا دكتور الشخص اللي أو الجثة اللي بتفضل موجودة فترة طويلة تحت المَيّة، هل ده فعلًا بيصعّب مهمة الطب الشرعي في التشريح؟ بتبقى واصلة لمرحلة اللي هي من تحلُّل أو تصبُّن زي ما بيقولوها، ده إمم. صحيح بيبقى هو صعب؟ طبعًا في فرق بين التحلُّل والتصبُّن، لإنه أوكي. فعلًا لمّا الجثة بتبقى تحت المياه، أي نوع من أنواع المياه لفترة طويلة، فترة يعني تزيد على ال3 أسابيع، إمم. بيبتدي يحصل ما يسمى بالتصبُّن أو التشمُّع. ببساطة إنه الأماكن اللي فيها دهون تحت الجلد بتبتدي يحصل لها زي كإنه الزيت اتحوّل لسمنة، هو أوكي. بالضبط كده. آه. عشان كده آآ بيتقال اللفظ ده، تصبُّن. تصبُّن أو آه. تشمُّع. دي بتساعد في أكتر من حاجة، واحد إنها بتحتفظ بشكل الشخص، فبتقدر إنّك أنت تستعرف عليه، لإنه طبعًا بعد مرور 3 يعني أسابيع عكس ما الناس متخيّلة عكس ما إنه الناس متخيّلة إن فعلًا. الجثة لو قعدت تحت المَيّة فترة طويلة فبتختفي المعالم.